بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، امتدادا لما كنا قد بدأناه في برنامج رسالة سلام. وهذا البرنامج الذي يعنى ببيان محاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأطعمة والأشربة والأمكنة، وكذلك مما لا يحبه صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فننال مغفرة الله ومحبته وجنته، وأيضا نكون ممن يرجو لقاء الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا نحن وإياكم في كون النبي عليه الصلاة والسلام يحب اللباس الأبيض، وكان يوصي به صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من الثياب التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام ثياب الحبرة، وذكرنا هذا في الدروس الماضية بالتفصيل. ثم دخلنا بعد ذلك في ما يتعلق بالكلام الطيب والفأل الحسن، وهو درسنا اليوم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. والتفاؤل هو الكلمة الحسنة التي تسر الإنسان، وما أشبه ذلك من الأمور المبشرة، فهو يشمل كل قول أو فعل يستبشر به، هكذا عرفوه العلماء. كذلك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الحسن الكلمة الحسنة. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. وعنه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد، يا نجيح. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. الطيرة هي التشاؤم، كأن يتشائم الإنسان بالاسم السيء، أو يتشائم بالطائر، أو يتشائم بالخبر، فينزعج نفسه ويمنعه عن قضاء الحاجة. فإذا منعه عن قضاء الحاجة فهذا هو الشرك الأصغر، حيث اعتقد أن في هذا الطائر النفع والضر، أو أن ثمة سيحصل له شر من خلال هذا التشاؤم. وهذا التشاؤم منهي عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، لأنهم كانوا يتشاءمون من شهر صفر. فأبطل الإسلام هذا التشاؤم، وأرشدنا الإسلام إذا وقع شيء من هذا القبيل في نفوسنا أن نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذه من الأمور المهمة في المعتقد، أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى النافع الضار، هو سبحانه وتعالى النافع الضار، وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء. لا أحد يستطيع أن يضرك، ولا أحد يستطيع أن ينفعك إلا الله عز وجل. من هنا كان ينبغي للمؤمن أن يكون حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. والفأل هو التمني الحسن، وهو فيه إحسان الظن بالله عز وجل. من هنا كان الفأل شيئا طيبا أو شيء طيب،
ولذلك نص العلماء على أن القدر موكل بالمنطق، القدر موكل بالمنطق، ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا كان العبد يحسن الظن بربه فيقول: سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فإنه يأتيه الخير. وإذا تمت عنده سفر سيقول: سننجح في هذا السفر ونوفق بإذن الله. وإذا كانت عنده مشروع من الصفقات التجارية فيحسن الظن بالله أن هذا المشروع سيكون ناجحا. وإذا عزم على مسألة الزواج بامرأة فيحسن الظن بأنها إن شاء الله ستكون له صالحة ومعينة على طاعة الله، وهكذا. ولا يتشاءم فيقول: والله يا أخي أنا قلبي غير مطمئن على هذه الزوجة، الله يكفيني شرها، أخشى أن تبهذلني وتجرجلني في المحاكم. فإن هذا التشاؤم قد يقع لأن القدر موكل بالمنطق. ثم واحد آخر يضع يده على رأسه يقول: أنا أحس بصداع شديد، أخشى أن يكون هذا الصداع والعياذ بالله ورم في الرأس، أعوذ بالله. ليش يا أخي تتشاءم؟ لما تقول هذا مجرد صداع عادي يا أخي عابر سيمشي إن شاء الله، ما فيني إلا العافية. شفت الفرق بين الفأل الحسن والتشاؤم؟ مشكلة. رجل مثلا يجد آلام في جنبه، يقول: يا أخي أنا أجد آلام في جنبي، الله يستر لا يكون ورم ولا لا يكون. يا أخي ليش تتشاءم؟ هذا التشاؤم. وفعلا من شدة تشاؤمه يذهب إلى الطبيب يجده والعياذ بالله ورم، نسأل الله العافية والسلامة. وآخر يكون عنده ورم بالفعل فيقول: يا أخي أحس بألم في جنبي، لكن أعتقد أنه إن شاء الله أنها أزمة وتعدي شدة وتزول، أعتقد أنه عادي يعني الإنسان تعرف إن شاء الله أنه عادي إن شاء الله. يا سلام. فإذا بيروح يحلل يلقى أنه قد شفي من مرض خطير. رأيتم كيف؟ لذلك ما السر في هذا؟ لماذا الذي يتشاءم يقع في الشؤم؟ ولماذا الذي يكون متوكل على الله يقول: والله ما يردني أبدا، رأى غراب فيقول: والله ما يردني. إيش يعني غراب رأيت؟ يعني حيحصل لي حادث في الطريق؟ والله ما كتب الله عز وجل أن يكون، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا ولا إله غيرك، بسم الله آمنت بالله توكلت على الله، يمضي لا يصيبه شيء ولا يضره شيء. هذا معنى الفأل الحسن. لذلك أنت لما تريد تخطب زوجة يعني تسأل عنها، تشوف عن أمورها وعن أشيائها وتستخير الله، ثم تقول: على بركة الله إن شاء الله سأعيش معها عيشة هنية طيبة. ما تجي تقول: يا أخي أخشى الحرمة هذه تجنني، أنا والله ما أدري والله ما أدري، يمكن خايف من عائلتها، لا، ما ينبغي هذا الأسلوب. طيب، هذا هو معنى ويعجبني الفأل، أن الإنسان يتفاءل بالحسن. وكان يكره التشاؤم ويكره الطيرة وهي التشاؤم. هذا الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد منه في حياتنا كما فصلت لكم. وكان من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، كان يحب الاسم الحسن. فعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه كل اسم حسن. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. رأيتم كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينتبه لهذه القضايا اللي احنا ما ننتبه لها. يعني إذا أنت مثلا
عندك تريد أن تقيم مشروعا تجاريا مثلا، أثناء العقد دخل عليك شخص اسمه يا سعادة المدير يستأذنك رجل اسمه عبد الفتاح. الله، ونحن نوقع العقد في رجل اسمه عبد الفتاح، أيوة خليه يتفضل. شفت، تتفاءل بهذا الاسم. لما حصلت غزوة حديبية ومنعت قريش دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وغضب الصحابة وغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان ضابط نفسه صلى الله عليه وسلم. جاء وفد من قريش يريد يتفاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل اسمه سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهيل بن عمرو، قال للصحابة سهل أمركم. يا سلام، رأيتم كيف تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام. أنت أحيانا أيضا تتفاءل من الشخص الذي ترسله لمهمة، والشخص الذي يدخل عليك أيضا بمهمة. فإذا كان اسمه والعياذ بالله يعني اسم تتشاءم منه، فأنت تستعيذ تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. في شعبنا الإريتري الناس عندهم عادات غريبة، وقد شهدت هذا في 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 فترة طفولتي. كان يقول لك إذا تحركت عينك اليمنى وأصبحت تتحرك كثيرا يقول لك أبشر بالخير سيأتيك خير كثير. وإذا تحركت اليسرى يقول لك أوه اليوم ستأخذ علقة وضربة وجلد محترم من والدتك أو من أبيك. أعوذ بالله، هذه المعتقدات. كذلك إذا أصابك حكة في يدك يقول لك اليوم سيأتيك خير، لأن الحكة في يدي اليمنى فيها بشارات. وإذا جاءت الحكة في يدي اليسرى يقول لك اليوم الله يستر في شر حيجيك. هذه كلها معتقدات باطلة لا أصل لها من الدين بشيء، فهي معتقدات جاهلية يجب الابتعاد عنها. المصيبة أن الناس تعلقت قلوبها بهذا ونسيت أن الذي يقدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء يعني غيبي ممكن يفيدك اللهم إلا الرؤيا الصادقة، وسوف تأتي معنا. لكن مجرد أنك رأيت طائرا جميلا فتستبشر، وترى طائرا أسود فتتشائم، هذه الأمور ليس لها من الدين في شيء. الاسم الحسن نعم نثبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته وكان يستبشر بالأسماء الطيبة خيرا. قال وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. ندخل الآن في الرؤيا الحسنة. الرؤيا الحسنة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند على شرط مسلم. يا سلام. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عما رأوه. فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، وذكر الحديث. نعم، هذه فيما يتعلق بالرؤيا. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة،
كما في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة في شيء إلا الرؤيا الصالحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وهي تندرج تحت قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. طيب، إذن هذه الرؤيا مشاهدي الأكارم هي بشارة من الله عز وجل للعبد بشيء قادم غيبي يخبره الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الرؤيا. والرؤى موجودة في قبل زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حق الأنبياء هي وحي من الله عز وجل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يعني فهم إسماعيل عليه السلام أن الرؤيا الصادقة للأنبياء أنها وحي وأمر من الله عز وجل، فقال يا أبت افعل ما تؤمر. نعم. وهذه الرؤى تأويلها أيضا لا يكون إلا لأناس خصهم الله عز وجل بنعمة واجتباء منه، فلا يفسر الرؤى من هب ودب، إنما يفسرها العلماء أو من آتاهم الله عز وجل مفاتيح هذا العلم وألهمهم إلهام. فقد قال الله عز وجل في نبيه يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن قوله تعالى وكذلك يجتبيك فهو اجتباء، لذلك تجد من المؤولين من ليس بعلماء، وأحيانا قد يكون ليس من الصالحين أيضا، لكنه يفتح الله عز وجل عليه في هذا الباب، باب التأويل، كأنما يوحى إليهم وحي. سبحان الله، لما يبدأ الشخص يقول رأيت كذا ورأيت يبدأ يؤول ويفك هذه الرموز رمزا رمزا. هذا من الله عز وجل. لا يمكن إنسان يعني يتعجل في تأويله أو في تفسيره أبدا أبدا. ولذلك أنت ترى في بعض الرؤى العجب العجاب. يعني أنت تسمع من أحد يقول لك مثلا يا أخي أنا رأيت أني أشتري من بقالة علبة مغلقة أو مفتحة ولكنها مغلفة وشخص ما قد فتحها من قبل. يقول لك أنت ما شاء الله ستتزوج امرأة سبق أن تزوجت وسوف تأنس. كيف عرفت هذا؟ كيف؟ يقول لك القارورة تؤول بأنها امرأة لقول النبي عليه السلام لأنجش رفقا بالقوارير. الآن هذا التأويل في حين تلاوة الرؤيا للرأي أنت لا يخطر في بالك هذا، لكن هو مباشرة يفهم. هذا هو الاشتباء وهذا هو الاصطفاء. والرؤى الآن لا تحضرني حقيقة كثيرا، لكن لما تدخل في علم التأويل تعرف أنه اجتباء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وهذا يوسف عليه السلام لما دخل السجن وسألاه الرجلان قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فيأكل الطير من رأسه. شوف كيف فسر يوسف عليه السلام الرجل الذي كان يرى أن الطير يأكل من رأسه، قال أنت يضرب عنقك والطير يأتي يأكل من رأسك، يعني أنت موت. نسأل الله العافية والسلام وحسن الختام. والثاني رأى أنه يعصر خمرا،
قال أنت ستسقي ربك يعني سيدك. هذا التأويل هو علم من الله عز وجل، وإلهام منه سبحانه وتعالى، ووحي للأنبياء وإلهام لغير الأنبياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا، فيسأل بعد صلاة الفجر كل يوم، يصلي الفجر ويسبح ويهلل، ثم يقول للصحابة: من رأى منكم رؤيا؟ لأن الرؤى غالبا تكون في نوم عميق، وتكون غالبا في الليل، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. وبعض الصحابة يقول: يا رسول الله رأيت كذا، وبعضهم يقول رأيت كذا، وبعضهم رأيت كذا، فيؤول صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام لا يؤول إلا خيرا. يا سلام! وهذا من آداب المؤول، إذا سمع رؤيا فيها شر فلا يؤولها إلا بخير. يا سلام! لا يؤولها بالشر. مثلا بعض النساء ترى رؤى مفادها أنه طلاق، فالمؤول العاقل يقول لها: اعتني بزوجك خيرا، اعتني به، وكوني يعني راضية بقضاء الله وقدره، وكوني أيضا ابتعدي قدر المستطاع عن هكذا. يعني يؤول عكس تأويل الرؤيا، وإن كان هو فاهم الناس ستطلق، لكن هو يوجهها التوجيه الحسن. يا سلام! هذا المؤول الذي لا يؤول إلا بخير هو حقيقة من المؤولين الموفقين. وفي هذا الزمن أو في هذا الزمان كثرت رؤى الناس وتواطأت، وأصبح الناس يحملون عليها حقيقة أمورا كثيرة. الرؤيا في الحكم الشرعي لا تزيد حكما ولا تبطل حكما، فالحكم ثابت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يأتي أحد يقول لنا: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا كذا وكذا عبادة جديدة، نقول له: لا، ما نقبل. الرؤيا الصادقة نعم تكون مبشرة لنا أنتم بخير، أو تكون محذرة، والتحذير فيه خير أيضا، أن انتبهوا من كذا، نعم هذا نقبله. أما يأتي شخص يقول: رأيت الرسول وعندي شريعة جديدة، لا يقبل منه هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ختمت به النبوة وختم به الوحي، ولا ينزل الآن شرعا جديدا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الرؤيا هي مبشرة أو محذرة، فمن رأى رؤيا فيلتزم بهذه الآداب. إما أن ترى خيرا فلا تخبر به إلا من تحب. إذا رأيت خيرا فلا تخبر به إلا من تحب. وإذا رأيت شرا فلا تخلو من ثلاثة أمور: إما إنها من الشيطان ليحزنك فتستعيذ بالله عز وجل، وإما إنها إنذار شديد من الله عز وجل لأمر ما، فتحذر منها وتستعيذ بالله من شرها وتنفث عن يسارك. وإما أنها أحاديث نفس. ما معنى أحاديث نفس؟ يعني أنت مثلا تتمنى أن يكون لك بيت وتحكي عنه كثيرا، تقول: يا أخي أتمنى أن يشتري لي قطعة أرض في المكان فلان وأبني عليها فيلا، يا سلام، ويكون عندي كذا وكذا، وتعيش هذا الجو من حديث النفس مثلا أسبوع أسبوعين، فترى في المنام أنه قد تحقق. هذا يسمى حديث نفس. أو أنك كثير الخوف من شيء ما، فتخاف دائما لا يحصل لك شيء، فهذا أيضا تراه في المنام، فهو حديث نفس. لكن هذه الأمور حديث نفس ورؤى من الشيطان يعرفها المؤولون. المؤولون يعرفون
كيف يفرقون بين حديث النفس وبين الرؤى التي هي من الشيطان، سبحان الله. وأيضا يعرفون كيف يؤولون الرؤى التي فيها نذارة وتحذير جدا، يعرفون هذا رحمهم الله وحفظهم وجزاهم الله عنا خيرا، لأن هذا علم حقيقة. وأنت أحيانا يعني تحتاج إلى من يؤول لك، تحتاج إلى من يؤول لك. يعني شخص يقول لك أنا يا أخي استخرت الله كثيرا فرأيت رؤيا، رأيت في المنام أني كذا وكذا وأني كذا وكذا. فهذه الرؤى تحتاج إلى تأويل حتى يؤولها لك الشخص، يعني حتى تتخذ القرار المناسب، لأن الرؤيا كما قلنا لكم هي بشارة. والذين ينكرون هذه الرؤى هم ينكرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر خطير، يعني الرؤى هي كرامة من الله عز وجل، ومعتقد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء موجود، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان يعني صالحا شديد الصلاح، لا، الكرامة هي كرامة من الله عز وجل، هي نعمة من الله يؤتيها الله للصالح وغير الصالح. الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، الله عز وجل ينصر من يشاء، الله سبحانه وتعالى لحكم كثيرة يعطي من يشاء. ولذلك ما حدد ربنا عز وجل أن هذه الرؤيا لا تكون إلا للصالحين أبدا، هذا ليس بشرط. حتى أن فرعون رأى رؤيا، ولذلك بناء عليها كان يقتل سنة أطفال وسنة يتركهم حتى لا يأتي، لأنهم قالوا له في هذا الزمن سيولد طفل يكون هلاكك على يديه. فخشي فرعون بدل ما يقول لماذا هلاكه علي، لماذا يهلكني، بدل ما يقول لماذا أهلك، لماذا لا أكون ناجيا، ما السبب، بدل ما يسأل عن هذا بدأ هو والعياذ بالله ظنا منه أنه ممكن أن يتحدى أقدار الله عز وجل، فبدأ يقتل سنة ويترك أطفال سنة. وسبحان الله من التحدي العجيب، لأنه يتحدى ربه، فالله عز وجل أراه أنه لا يسوى شيئا. ولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأطفال، وولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها الأطفال. فهارون بقي بسبب أنه لا يقتل فيها، وموسى أبقاه الله عز وجل وتربى في قصر فرعون، وكان هلاك فرعون على يد موسى كما فسر ذلك المؤولون. إذن الرؤى مشاهدي الأكارم هي مبشرات، لا يأتي أحد ينكر علينا ويقول يا أخي أنت أكثرت من الرؤى والرؤى أصبحت اليوم تغرنا وكذا. هذه بشارات، بشارات يا أخي، كيف تغرك؟ هذه نصوص شرعية ثبتت بنصوص شرعية. فإذا رأى الإنسان رؤيا طيبة يخبر بها من يحب ويبشر بها أهله وجيرانه وأحبابه أو أنه يصبر. وإذا رأى رؤيا سيئة يلتفت على يساره ويتعوذ بالله عز وجل، ثم ينفث هكذا تف 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 3 مرات ثم يتحول. يقول النبي عليه السلام يعني يغير مكانه إلى مكان آخر. وإذا كانت تكررت الرؤيا السيئة التي تنذر فإنه يقوم ويصلي لله عز وجل ركعتين ويقول يا رب النجاة النجاة، فإنها لا تضره بإذن الله. سبحان الله، هذه الرؤى يا جماعة والله إنها مبشرات تبشرك، لأنه ليس هناك أمر يبشرك بغيب أو ينذرك بغيب إلا الرؤى، ولا يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك الإنسان يستبشر بهذه الرؤى، لا يزيد في أحكام الله عز وجل شيئا، وإنما هي مبشرات أو منذرات، والله تعالى أعلم. من الآداب الطيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه يحب
التيامن في كل شيء. وهذا الأدب العظيم التيامن في كل شيء من الآداب التي تساهل فيها كثير من الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه ويشرب بها ويأخذ بها ويعطي بها ويقدمها في الأشياء الفاضلة، فيقدمها في دخول المسجد وفي لبس النعل وفي التطهر وفي الترجل، وينام على شقه الأيمن. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. يا أخي والله يا أخوان، هذا نبي عظيم. انظروا إلى هذه التفاصيل، الصحابة نقلوا لنا أدق التفاصيل عنه صلى الله عليه وسلم. بالله هل هناك حجة الآن أننا نحن نترحم على نصرانية توفت؟ كيف نترحم على نصرانية هي يعني أولى بها أن تسلم، وقد سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تدافع هذه النصرانية عن بيت المقدس الذي فتحه عمر بن الخطاب. يا جماعة، ما غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. الأمة تأتي وتترحم على هذه الأخت التي قتلت. إحنا كمعاشر المسلمين يحزننا هذا القتل، الظلم لا نقبله أبدا حتى لو كان على يهودي، لا نقبله. لكن الترحم لا يجوز إلا للمسلم. المسلم هو الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالله عز وجل وآمن بالمسلمين. أما من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فلا نترحم عليه أبدا. نحن عندنا معتقدات حازمة لا مجاملة فيها، والنصوص في هذا كما بين مشايخنا الأكارم الشيخ محمد الددو والشيخ الدكتور محمد يسري وغيرهم من أئمتنا ومشايخنا بينوا هذا ووضحوه توضيحا بينا مفصلا جزاهم الله خيرا. لكن أنا أتعجب، أين هؤلاء النصارى عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى تعرفون أن الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمد وليس غفلة. كيف وقد نقلت لنا عائشة والصحابة أيضا نقلوا لنا جزيئات أعماله صلى الله عليه وسلم، وليس أنه رسول فقط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قضية خطيرة، القضية خطيرة. ما خفي عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك ما كان على النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يحزننا أن تقتل ظلما، ولكن لا نتراحم عليها. التراحم يكون فقط للمسلمين لأنهم آمنوا بالله، رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا، فلهم الرحمة ولهم حق الدعاء ولهم حق الاستغفار. أما غير ذلك فلا. نعود إلى حديثنا مشاهدي الأكارم. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه، ومع الأسف كثير من الناس يأكل بيساره. أحيانا بعض الفضلاء يا أخي تستحي والله أمام الناس تقول له: يا أخي كل بيمينك، كيف تأكل أنت بيسارك؟ تستحي، أنت في مائدة وأمامك من طلبة العلم وناس فضلاء وعقلاء يأكل بيساره، كيف؟ هل خفي عليك هذا؟ أول ما يطلب الطالب العلم الآداب يتعلم: يا غلام كل بيمينك، ويا غلام سم الله،
وكل بيمينك وكل مما يليك. توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأنا في التعليم والتعلم وكنا في يعني حلق أو دور التعليم، كانوا يعلموننا هذا: يا غلام سم الله، تقول بسم الله لما تأكل، وكل بيمينك وكل مما يليك. اليوم تجلس في يعني ولائم فيها العلماء طلاب العلم والدعاة، ناهيك عن غيرهم، تجد أن بعضهم للأسف يأكل بشماله. كان عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه ويشرب بها أيضا ويأخذ بها. كذلك بعض الناس لما تعطيه شيء يمد لك يده اليسار. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ باليمين ويعطي باليمين. استلم مني باليمين يا أخي. وتظل سبحان الله أنت تعلم أبنائك هذا التعليم لسنوات طويلة. الطفل يدفعه الشيطان دفعا، كما في الحديث لما أتت الجارية ومدت يدها أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها وقال: إن يدي في يدها في يد الشيطان، وأقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم. انظر أن الشيطان يأكل بيمينه والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والجارية لما جاءت تأكل مدت يدها فقبضه النبي عليه الصلاة والسلام. قضية يعني ليست سهلة. الشيطان نحاول نحن قدر المستطاع أن نبتعد عنه ويبتعد عن أجسادنا وأجسامنا من خلال أننا نتبع السنة النبوية، فلا نأكل إلا باليمين، ولا نشرب إلا باليمين، ولا نعطي إلا باليمين. وبهذا يكون الشيطان أبعد ما يكون عنا. أما إذا كنا نشاركه في أعمالنا ونشاكره في أطعمتنا ونشاكره، سيظل الشيطان دائما معنا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. القرين هو الصاحب. الصاحب هو دائما هو يكون دائما معك، يمشي حيث شئت. فإذا كان والعياذ بالله صاحب الشيطان، صاحب الشخص هو شيطان، ماذا سيكون بالله؟ هل سيدله على الخير؟ لا طبعا، سيدله على الشر ويهلك بسببه. ولذلك نكمل الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. شفتم؟ قضية تظنون أنها بسيطة ولكنها شيء يعني خطيرة. بل أن الشيطان أحيانا يشارك الإنسان في أهله في الجماع، نسأل الله العافية والسلام. أنتم تعلمون إذا جاء الإنسان يدخل بيته فإن سمى الله عز وجل وذكر فر الشيطان، وإن لم يذكر قال الشيطان: أدركنا المبيت. سبحان الله. إذا أنت جيت تدخل وما ذكرت ربك يقول الشيطان: أدركنا المبيت. وإذا قدمت لك زوجتك العشاء فإن لم تسمي الله قال الشيطان: أدركنا المبيت والعشاء. ماذا بقي؟ باقي النوم. يقول لك في النوم أيضا إذا جيت تجامع أهلك وما سميت الله يشارك الشيطان معك حتى في الجماع، نسأل الله العافية والسلامة. إذن نحن إذا كنا نسمح للشيطان يبيت عندنا ويأكل عندنا وينام كمان حتى مع زوجتنا، هذه مصيبة كبيرة. ولذلك كيف تنجو إذن؟ سيكون الشيطان قرينا لك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال العلماء: مشاركة الشيطان للأولاد هو مشاركة الرجل الذي لا يذكر الله عز وجل في جماع أهله، فإن الشيطان يكون معه في ذلك. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.